بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم التلات بتاريخ 5/5/2026. معانا إن شاء الله أسعار الفيديو الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز وأسعار الفول البلدي اليوم. لو حابب تشترك في القناة بتلاقي كلمة اشتراك، بتضغط عليها وبتفعل جرس الإشعارات، بكده يوصلك على طول إشعار وقت تحميل الفيديو. طبعا الأسعار اللي بنقولها سواء في الرز الشعير أو في الرز الأبيض بتبقى أسعار تنفيذية تم التنفيذ بها في السوق والتحميل بها على أرض الواقع. يعني تأكد 1,000,000% إن سعر الرز الشعير اللي هنقوله بيكون اتحمل بيه وتنفذ بيه فعليا من السوق اليوم. بالنسبة لأسعار الرز فيها ارتفاع وتحسن ملحوظ مع ارتفاع الطلب على الرز الأبيض، وارتفاع مخلفات الرز أدت إلى زيادة أسعار الرز الشعير اليوم عن أمس 200 أو 300 جنيه في الطن. هنبدأ إن شاء الله بأسعار الشعير الرفيع. بالنسبة للتنفيذ على أرضه اليوم، أسعار الشعير الرفيع النهاردة يتراوح السعر من 14,600 إلى 14,800، وده أسعار تنفيذية على أرضه، التحميل من على أرضه من مكانه اليوم. بالنسبة لأسعار الشعير العريض يتراوح سعره من 16,500 إلى 16,700 للطن من على أرضه اليوم، وده أسعار تحميلية وتنفيذ على أرضه. الشعير العريض أسعار اللي احنا قلناها دي أسعار درجة أولى رقم 1 في الشعير العريض، اللي بتدي معدل تصافي عالي ونسب كسر قليلة. يعني الشعير رقم 1 في العريض. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع رقم 1 درجة أولى زيت وبخار وسوليتكس، يتراوح سعره من 22,500 إلى 22,700 للطن من أرض المضرب، ودي بضاعة مخدومة كويس وشكارها كمبيوتر. بالنسبة لأسعار الشعير الأبيض العريض على جودة زيت وبخار وسوليتكس بضايع العالية، يتراوح سعرها من أرض المضرب من 26,500 ل26,700 للطن تنفيذ من المضرب اليوم، ودي بضاعة برضو رقم 1 كسر أقل من 5% وشكارة كمبيوتر ومخدومة كويس بالزيت والبخار من المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز. أسعار مخلفات الرز السرسل المطحون ب2500 إلى 2600، سعر الجون من 13,500 ل 13,600، وسعر الكسر الناعم من 15 إلى 15,100 للطن من أرض المضرب. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، دايما الفول البلدي البضاعة بتختلف حسب جودة البضاعة، لأن بيقابلنا مثلا بضايع قليلة جدا، فالبضايع القليلة دي ما تقارنهاش بالأسعار اللي احنا بنقولها. احنا بنتكلم إذا كان البضايع العالية فيها اختلاف في السعر، يعني بتختلف، ممكن تكون بضاعة عالية وفي أعلى منها، وفي بضاعة نت رقم 1 تختلف في حدود 300 جنيه في الأرداب. فالبضايع الواطية أو القليلة دي بتبقى أسعارها قليلة كتير عن البضايع العالية، وبالذات الناس اللي بتخزن فول خزن دايما البضايع العالية عشان لما تيجي تبيع تعرف تبيع البضاعة بتاعتك. بالنسبة لأسعار البضايع العالية في الفول من 5,300 ل 5,600 حسب درجة البضاعة. الأرداب بوزنه 155 كيلو في وجه بحري. بالنسبة للعريض من 5,600 إلى 5,800 للأرداب، برضو وزن الأرداب ب155 كيلو في وجه بحري. بكده يكون عرضنا أسعار اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.